السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، والمشروبات ما تحلاوش في رمضان غير بأحلى خروب زي اللي احنا عملناه في البيت اهو. ولا في ألوان صناعية ولا في أي حاجة. تعالوا نشوفوا مع بعض احنا عملناه ازاي. ده كيلو الا ربع خروب، وانا حطيت عليه نص كيلو سكر وبس، وحطاه على نار هاديه اهو هقلبه. بس انا طبعا غسلت الخروب الاول، شطفته كده من التراب والكلام ده وصفيته، وحطيت عليه نص كيلو سكر لان ده كميه. بصوا قرب يتكرمل اهو، شايفين بدأ يدخل في اللون الغامق اهو. اهم حاجة يكون بس على نار هادية، ويكون عندك صبر بس شوية كده علشان ما تستعجليش عليه وتعلي عليه النار، يقوم يحرق لك السكر ويحرق اهو كده بقى اللون المطلوب في منتهى الجمال كده، لونه بني غامق اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنزوده ميه، هنحط له ميه. هي عباره عن 2 لتر ميه في الكتل كده اهو. لازم تكون مغليه جدا، لازم تكون مغلي علشان ما تتسلقش منك. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده بشويش. يا ريت ما يكونش في حد من الاطفال جنبك او ولادك، وانت خدي بالك على ايدك وانت بتعمليه. ده 2 لتر ميه مغليين اهو. اللي في المعلقه ده طبعا نشف. انا بقى مع التقليب هيسيح السكر، وهنسيبه بقى يغلي. هنسيبه بقى كده يغلي لمدة ربع ساعة. وبعد كده هنصفوه. اهم حاجة وين بعد الربع ساعة، يعني بعد ما يغلي اهم حاجة تصفيه وهو سخن. علشان لو سبتيه وبرد الخروب ده مش بودرة، الخروب ده حتت كتولة كده زي دي. القطعة دي هتشرب منك المية اللي انت حطيتيها، مش هتعرفي تصفيه، وهتبقى الكميه قليله. انت اول ما يخلص تروحي على طول مصفيه. انا بصفيه مرتين الحقيقه، مره في مصفى ومره في شاشه عشان يبقى ما فيهوش اي شوائب. وخلي بالك ان العطار بيبقى عنده خروب بودره، يعني بيبقى عامل شكل العرقسوس كده بودره. لا ده ما تجيبهوش، ده بيبقى ناعم قوي كده. ده بصراحه يعني ما بيعجبنيش خالص، لكن ده بيبقى يعني جميل كده، وتحس ان اللحم بتاعه كده جميل ومسكر كده وحلو. وبعدين ما تضمنيش يعني الناعم قوي ده. شايفين بقى اول ما حطينا الميه السخنه ما فيهوش بقى السكر، ما قفش منك ولا غلبك بقى، لا. احلى حاجه تعمليها انك تحطي ميه مغليه، ما يحصلهوش بقى يمسك منك كده ويفقش وتتضايقي منه وتفضلي تقلبيه لحد ما ايدك ما توجعك. لا، في كاتل كده او ميه سخنه من السخان لو. ادي صفيته اهو، اول خطوه في المصفى دي هيجي كده، يبقى كده اهو. هقول لكم بقى الباقي ده هعمل بيه ايه.
بصوا بقى بقيه الميه اللي احنا هنكملها على الخروب، انا عملت ايه؟ حطيتها في شفشق الخلاط ده، وحطيت الخروب اللي احنا سلقناه هنا، وهنضربه ضربه كده جامده حلوه كده كانك بتضربي عصير طماطم او حاجه، علشان خاطر نستخرج كل الحاجات اللي فيه وما نرموش كده خساره، هيطلع لك برضو كميه كتير وهيبقى اتقل واحلى. بصوا اتفرم اهو، بقى ناعم اهو، لونه فتح، لونه فتح طبعا لان هو مضروب في الخلاط، بس هتستخرجي منه بقى ايه شويه عصير حلوين قوي. هنضربهم بقى في الشاشه، قصدي هنصفوهم في شاشه اهو. صفيته في المصفى دي كده، بصوا بصوا طلع ايه، بصوا طلع لي برضو حبه حلوين ناعمين اهو. لسه بقى هحطه مع التاني اللي احنا غليناه. صفيته التصفيه التانية في الشاشه دي، او حته تل كده دي كانت عندي، وادي بصوا اللي طالع منها اهي. ادي الخروب الاولاني اللي صفيناه سخن لسه حتى بيطلع بخار اهو، وادي التاني اللي في الحله التانية اهو اللي احنا عملناه اللي كان لونه فاتح اهو، مفيش اي حاجه اهو. بس انا برضو هصفيه تاني. انا تاني مره، بصوا عشان الاولاني ما كنت صفيته، بصوا هي طلعت دي، هي يعني صغننه بس طبعا المفروض ما يكونش ده في العصير بتاعك كنت بتشربيه. دي بقى كده المرحله الاخيره بتاعت تصفيه الخروب، خلاص دي اخر حاجه كده اهي زي الفل. انا صفيته مرتين، مرة بالمصفى الكبيرة بتاعت الطماطم دي، ومرتين بالشاشة، فمبقاش فيه اي شوائب ولا فيه اي حاجة. ايه هنا احنا خلصنا خلاص وبرد، حطيته شوية في التلاجة. هنا ده كده موارد، هنحط له كده ايه حبة بس كده، هنقلبه بقى كده. طبعا ده معلوش الوان صناعية ولا اي حاجة زي ما اتفقنا، ومش حرق. على فكرة هو لونه اغمق من كده، بس الكاميرا الفلاشة قصدي مفتحة اللون. الخروب بتاعنا خلص اهو. ايه رأيكم؟ جميل جدا. عايزه اقول لكم ان هو لونه فاتح من الفلاشة بتاعه التصوير، لكن هو غامق، هو شبه العسل الاسود كده بس يعني افتح سنة. يا رب لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه يا ريت تشتركوا